السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم مع ملخص مهم جدا بطريقة سهلة وميسرة للصف الثالث الثانوي. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، قناة نسر اللغة العربية، مستر محمد سمير، وطبعا مشاركة الفيديو لأوسع نطاق لنشر علم فيه خير كثير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. طالب العزيز، بنتي العزيزة، طالبة الصف الثالث الثانوي 2025، إن شاء الله بإذن الله موفقون وموفقات، وبإذن الله رب العالمين كل واحد يحقق الأمنية اللي بيتمناها ويصل إلى الهدف الذي سعى من أجله، ولكن كله بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله والاجتهاد والعمل. إن شاء الله تصل إلى أفضل مكانة وأرفع منزلة. ابن العزيز مع قناة نسر اللغة العربية وملخص شامل بطريقة سهلة وميسرة للصف الثالث الثانوي. طبعا هنبدأ على طول مع مرشدك في الإعراب. أول حاجة المفعول المطلق. ابن العزيز نركز، الله يبارك لك، تركز. المفعول المطلق بتبقى كلمة نكرة منصوبة من حروف الفعل السابق عليها. نجح محمد نجاحا. كلمات أيضا، حقا، خصوصا، خاصة، طبعا دايما مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. النائب عن المفعول المطلق طويلا، كثيرا، مليا، جدا، سريعا، حثيثا. طبعا السبب ايه اللي خلاه نائب؟ هو صفة المصدر. كل، بعض، جميع، غاية، اسم تفضيل زائد مضاف اليه من المصدر الفعل. طبعا تعبنا غاية التعب، تعبنا غاية التعب، السبب مضاف الى مصدر الفعل. ده اول نقطة معانا من ملخص النحو. النقطة الثانية المفعول لأجله. يا جماعة الله يبارك لكم، ركزوا معانا. مفعول لأجله كلمة نكرة منصوبة تبين سبب حدوث الفعل. ذاقرنا رغبة، حبا، أملا، طمعا، وفاء، سموا في التفوق. طبعا كلها أي واحدة منها تبقى مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المفعول به رقم 3 الاسم الذي يقع أو الذي وقع عليه فعل الفاعل. ذاقر التلميذ الدرس. طبعا هو دائما منصوب بالفتحة. ماذا ذاقر التلميذ؟ الإجابة الدرس. درس مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. هو دائما منصوب. الأفعال بتنصب مفعولين: ظن، جعل، رأى، أعطى، منح. في ظن وحسب وزعم وقال وعلم ووجد ورأى وضري. حول وجعل وصير وغير وبدل. أفعال بتنصب مفعول أصلها المبتدأ والخبر. وفي أعطى ومنح وكسى وألبس ووهب. دي أفعال بتنصب مفعول ليس أصله من المبتدأ والخبر. الأستاذ جعل الصعب سهلا. صعب مفعول به أول، وسهلا مفعول به ثاني. رقم 4 معانا اللي هو الظرف. قديما، حديثا، دائما، أبدا. دايما يا جماعة ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. لدى، ركز أول حتة دي مهمة. لدى، وسط، هنا، ثم، تعرب ظرف مكان. نمرة 5 الحال. كلمة نكرة منصوبة يسبقها معرفة وتصلح أن تكون إجابة عن سؤال بكيف. حضر الطالب مسرورا. كيف حضر الطالب مسرورا؟ حال منصوب بالفتحة. برضو مثلها جميعا ومعا وحده سويا أولا ثانيا. حال منصوب على نصبه الفتحة. سؤال أو رقم 6 معانا التمييز. كلمة نكرة منصوبة تحدد أفعل التفضيل. أنت أكثر الطلاب نبوغا. طبعا على طول. وأعلى قدرا وأفضل منزلة وأعلى شأنا. كلها تمييز منصوب بالفتحة نوع ملحوظ. أو بعد الفعل ازداد وكفى وطاب وبئس. طابت مصر هواء. تمييز منصوب على نصبه الفتحة. وبعد المتعجب منه ما أجمل الحديقة شجرا. فشجرا مفعول به منصوب على نصبه. هذا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. أعظم بمحمد رسولا. برضه تمييز ملحوظ منصوب على نصبه الفتحة.
ابن العزيز ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية وتنشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن طبعا نشر العلم فيه خير كثير. نبدأ بعد كده ابن العزيز مع رقم 7 الضمير المنفصل. أنا هو نحن هم دائما يعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ وما بعده دائما خبر المبتدأ مرفوع. أنت طالب مجتهد، أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، طالب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. يعني بيجي بعد الضمير يا ابني دايما بيعرب خبر مرفوع بالضمة. مجتهد طبعا نعت مرفوع علامة رفعه الضمة أو صفة، إن نكرة ونكرة. 8 المبتدا المؤخر. إذا بدأ الكلام المفيد بشبه جملة جار ومجرور ظرف ومضاف إليه تكون الجملة بعده مبتدا مؤخر مرفوع. في الفصل تلميذ أصلها إيه؟ تلميذ في الفصل يبقى مبتدا مؤخر. عندي كتاب مفيد طبعا أصلها كتاب مفيد عندي يبقى كتاب مبتدا مؤخر كتاب. فوق الشجرة عصفور، عصفور طبعا مبتدا مؤخر مرفوع على رفعه الضم. رقم 9 اسم إن أو كان المؤخر. إن في الفصل تلميذا، تلميذا اسم إن مؤخر. كان عندي كتاب، كتاب اسم كان مرفوع بالضمه مؤخر. رقم 10 الاسم الواقع بعد لولا أو أما يعرب مبتدا. لولا العمل ما تقدمنا، طبعا الخبر بتاع محذوف تقديره موجود، لولا العمل موجود مبتدا مرفوع بالضمه. أما النحو قواعده سهلة. أما نجم الدين فطبعا النحو هتبقى مبتدا مرفوع على رفعه الضمه. 11 الاسم الواقع بعد إذا فاعل مرفوع. إذا السماء انشقت، السماء تبقى فاعل مرفوع بالضمه. 12 الخبر هو الجزء الذي يتمم معنى الجملة مع المبتدا أو مع اسم إن وكان. الألعاب الرياضية التي يمارسها طلاب المدارس مفيدة. الألعاب مالها مفيدة يبقى خبر مرفوع على رفعه الضم. ويأتي خبر مفرد وجملة وشبه جملة. 13 الخبر المقدم. الكلمات سمة هناك، دي مهمة جدا يا جماعة، هام جدا جدا جدا، ركز بالنا خلي بالنا جدا. سمة هناك كيف متى أين بخاصة تعرب خبر مقدم ومع بعدها مبتدأ مؤخر. هنا مواطن أو موطن العلم. طبعا موطن تبقى إيه؟ هتبقى خبر طبعا هتبقى مبتدأ مؤخر، وهنا هتبقى خبر إيه؟ شبه جملة مقدم. 14 المعرب بعد أيها يعرب نعت مفرد مرفوع. أيها الطالب، فطبعا الطالب نعت مرفوع بالضمه. رقم 15 المعرفة بقى أو المعرب بقى بعد اسم إشارة يعرب بدل مطابق. تلك الفتاة مهذبة، يبقى الفتاة بدل مطابق مرفوع على رفعه الضمه. لو نكرة تعرب خبر. لو قلت تلك فتاة، فتاة خبر، لكن في تلك الفتاة فالفتاة بدل نوعه مطابق أو كل من كل. رقم 16 اللقب زي اسم إنسان أو بلد بدل مطابق. حضر البطل محمد. إن بلادنا مصر، مصر بدل وبرضه البطل محمد بدل، محمد بدل. 17 اسم ذات لقب يعرب نعت. حضر محمد البطل، عكسنا قلنا بدل البطل محمد قلنا محمد البطل. البطل ايه؟ نعت، ومحمد تعرف حسب موقعه في الجمله. لكن لو خليناها زي كده البطل محمد، البطل تعرف حسب موقعه في الجمله، ومحمد هتبقى بدل مطابق. ان مصر بلادنا، بلدنا هتبقى ايه؟ خبر مرفوع بالضم. وجميله طبعا نعت منصوب طبعا. ان مصر بلادنا جميله طبعا. مصر بلدنا طبعا وصف بلدنا وصف لمصر، فهتبقى نعت منصوب على نصب الفتحة، لأن طبعا مصر اسمنا منصوب بالفتحة، فبلدنا وصف ليها. رقم 18 بدل البعض من كل. هذه الكلمات بدل بعض من كل. نصفه، معظمه، أكثره، أغلبه، بعضه. طبعا لما بقول إيه؟ قرأت الكتاب نصفه، معظمه، أكثره، أغلبه، بعضه تبقى بدل بعض من كل. توكيد اللفظي بيكون بتكرار اللفظ المراد توكيده. العلم العلم نور، يبقى الثانية توكيد لفظي. ندخل على رقم 20 توكيد المعنوي. التوكيد المعنوي يا ابني، وقبل ما نبدأ فيه في رقم 20 ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية ومستر محمد سمير، وتشارك الفيديو لأوسع نطاق لأن نشر العلم فيه خير كثير. توكيد المعنوي نفس، عين، كلا، كلتا، كل، جميع. زائد الضمير نجح الطلاب جميعهم. جميعهم توكيد معنوي مرفوع على رفع الضمة، وهم ضمير مبني في محل جر بالإضافة. 21 لأن فيها للفعل ما بعدها مضارع مرفوع. لا يقصر المجتهد منفي، فعل مضارع مرفوع بالضم. لأن هي ما بعدها مضارع مجزوم. لا تقصر في واجبك، فعل مضارع مجزوم
علامة جزمه السكون. 23 الأفعال الخمسة أي فعل مضارع اتصل به واو الجماعة ألف الاثنين إلى المخاطبة، ترفع بثبوت النون، تنصب وتجزم بحذف النون. المجتهدون يذاكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة فاعل. ولم يهملوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون وهو الجماعة فاعل. ولن يقصروا لن أداة نصب طبعا أن ولن وكي وحتى ولام التعليل واو المعية فاء السببية لام الجحود كلها أدوات نصب الفعل المضارع. لن يقصروا فعل مضارع منصوب على علامة نصبه حذف النون لأنهم أفعال خمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. 24 الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. والله لا يفوزن المجتهد. إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، الفعل المضارع مبني على الفتح اتصل بنون التوكيد. وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون. أقول جاء طبعا الطالبات يكتبن الدرس، فيبقى فعل مضارع مبني على السكون اتصل بنون النسوة. 25 ينصب الفعل المضارع بعد ال ولن وكي وحتى ولام التعليل فاء السببية لام الجحود وألا لن يتهاون المجد يتهاون فعل مضارع منصوب بالفتحة. لا تلعب فتفشل فاء السببية فعل مضارع منصوب بالفتحة. ما كان المجتهد ليفشل لام الجحود فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة. يجب ألا تتأخر طبعا أن لا يبقى فعل مضارع منصوب بالفتحة. 26 يجزم المضارع بعد لم الامر لان هي الا لتجتهد ولا تلعب فعل مضارع مجزوم بالسكون بعد لان هي ذاكر والا تندم طبعا فعل مضارع مجزوم على الجزم السكون. ادوات الشرط ابن العزيز الجازمه ان من ما متى اين حيثما كيفما اي. الغير جازمه طبعا بتبقى اذ لو كلما يرفع الفعل بعدها. 28 يجزم المضارع في جواب الطلب إذا سبقه أمر أو نهي وترتب عليهما أمر محبوب. اجتهد في دراستك تنجح فعل مضارع مجزوم على جزم السكون لوقوع جواب الطلب. و29 أفعال الشروع بدأ أخذ شرع اتفق أنشأ جعل. ما بعدها يعرف اسم بدأ إذا كان بعدها جملة فعلية. بدأ الطفل يتكلم يبقى الطفل اسم بدأ مرفوع بالضمة. ويعرب بعدها فاعل إذا كانت تامة لا تحتاج لخبر جملة فعلية. بدأ الطفل الكلام يبقى الطفل فاعل مرفوع ورابط رفعه الضمة. يبقى لو جاي بعدها جملة فعلية هتبقى اسم بدأ. لو جاي بعدها كلمة تامة معناها مش محتاجة خبر هتبقى طبعا فاعل مرفوع والفعل هيبقى تام. المخصوص بالمدح أو الذم حبذا الصدق نعم الخلق الصدق. طبعا اللي بيجي بعد حبذا بيعرف مبتدا مؤخر وجوبا. صدق مبتدا مؤخر وجوبا مرفوع بالضم. لكن اللي بيجي بعد نعمه الخلق طبعا الصدق مبتدا مؤخر جوازا وليس وجوبا. مبتدا مؤخر مرفوع على رفع الضمه او خبر لمبتدا محذوف. ابن العزيز طالب الصف الثالث الثانوي بنتي الحبيبة ربنا يبارك فيكي. أتمنى من الله عز وجل إن ال30 نقطة اللي احنا قلناهم النهاردة يكونوا فادوكم. وطبعا إن شاء الله ندي 30 وعدة زي كده بكرة بإذن رب العالمين. كل يوم فيديو زي كده بإذن ربنا لحد يوم الامتحان مع قناتكم قناة نصف اللغة العربية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتشاركوا الفيديو لأوسع نطاق وبإذن رب العالمين تنالوا النجاح والتفوق. في نهاية الفيديو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.